رجالة، السلام عليكم. وحشني جدا جدا جدا. بقالنا كام يوم ما اتكلمناش من ساعة ماتش الأهلي والزمالك الأخير. مبروك طبعا لينا، الحمد لله كسبنا وصعدنا وخدنا البطولة وبتاع اتكلمنا عليها. مبروك طبعا للريال لبرشلونة. كسبوا أربعة. بس النهاردة احنا عايزين نتكلم على كام حاجة تانية، يعني على كام نقطة تانية. أول حاجة عايزين نتكلم على توزيع الجوائز امبارح. مش عارف، يعني انا مش فاهم. طبعا هو الجايزة الوحيدة الصح في الموضوع امبارح كله، افضل مدرب هو انشيلوتي، افضل لاعب شاب هو يمين يامال. شيل بقى الاتنين دول كده على جنب، ارميهم. او افضل نادي ريال مدريد، ارمي بقى التلاتة دول كده على جنب. تعالى بقى. الجون مارتينيز افضل جون بقى مرتين. عمل ايه؟ رودري افضل بقى مرتين. يعني عمل ايه؟ انا مش عارف اسبانيا عملت ايه، مانشستر سيتي عمل ايه. بس فكك بقى من دي. عجبني جدا جوارديولا رغم انا ما بحبوش، وكل اللي يعرفني عارفين ان انا ما بطيقش امه اصلا ولا بحبه. ان امبارح جوارديولا هو اللي كلم اداره ريال مدريد وقال لهم ما تجوش. ليه؟ الراجل يعلم قدر ريال مدريد جدا. يعلم ان ده النادي رقم واحد في العالم، النادي رقم واحد في اسبانيا. اي ضرر لريال مدريد فبيضر سمعته لان هو اسباني. عجبني جدا ان هو اللي كلمهم، هو اللي قال لهم يا جماعة الامر كذا كذا كذا، الجايزة مش رايحة لفينيسيوس. يشكر جدا. يشكر جدا جدا طبعا ان هو وصل للعقلية دي وللطريقة دي وان هو يبلغ. بس دوت عايزين احنا ناخده نعمله عندنا. ما نقعدش احنا بقى ايه، ادينا شايفين الغرب بيعملوا ايه وبيقفوا ازاي مع بعض. وده يعتبر الغريم التقليدي لبرشلونة والغريم التقليدي اللي في السيتي في اوروبا. هو لو جوارديولا نفسه يتمنى ان ريال مدريد ده يمشي علشان هو يبقى الرقم واحد في اي حاجه في كل حاجه، رغم ان الناس بتقول ان هو رقم واحد في التدريب، يعني تمام. نمنا وصحينا، عرفنا ان ثلاثي الزمالك خد شهر و600 الف درهم. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان في بقى الكلام ابتدى بقى يتفند ويتظبط. ان الكابتن عبد الواحد السيد هو اللي طلب ده وراح في البوكس ولا راح في عربيه الشرطه الاماراتيه وعمل محضر. والناس قالوا له، وجوميز نفسه قال له انا اشتغلت هنا، خش اعتذر وعدوا الدنيا بالحب. قال لا، اوعى، ده انا وانا وانا. طيب يا كابتن عبد الواحد، ادي حضرتك خدت شهر انت والرجال اللي معاك وفريقك رجع، محدش اتكلم، والموضوع بقى قانون، والنهارده هتدفع 600 ألف درهم. أنا بس عندي حاجة بسيطة، هو احنا يا جماعة يعني بنفكر ازاي؟ الزمالك ياخد نص مليون مكافأة، بعد 5 ثواني الا ربع ياخد نص مليون غرامة في بطولة أفريقيا. فخدت كاس صفيح، كنا نزلنا اشتريناه من العتبة أحسن. النهاردة انت رايح تلعب ماتش، المفروض المركز التاني معرفش هتاخد قد ايه، خدت مكافأة ادي 600 ألف درهم. واحنا يا جماعة يعني، انا كنت اتكلمت في النقطة دي قبل كده، لازم يكون عندنا ثقافة، لازم يكون عندنا وعي، لازم نكون فاهمين، لازم نقدر. انا رايح في الاول والاخر هي لعبة ترفيهية، مش رايح خناقة ورايح. اديك انت النهاردة نص مليون دولار راح منك، 600 ألف درهم رايح منك. استفدت ايه؟ انا معرفش. فدت نفسك بايه؟ انا برضو معرفش. فريقك استفاد ايه؟ انا معرفش. تمام. يعني طول ما احنا واخدين الموضوع بفتح صدر، وطول ما احنا واخدين المواضيع هو كده، والله ما في كل حاجة بينفع موضوع فتح الصدر. الناس هناك اديك انت حبس شهر، ممكن تطلع تاني قرار تاني انت ما تخشش الدول الخليج 5 سنين، الله اعلم اذا كان ده يحصل لا. و600 الف درهم، استفدت ايه من ده؟ العلم عند الله. تمام. طبعا النهارده بالليل الاهلي والعين. فانا بس عايز اتكلم على نقطة معينة، واتمنى محدش يزعل يعني. احنا حاولنا نحجز تذاكر، ما عرفناش. كلمنا الناس، محدش عارف. بس في يا جماعة جروبات بتنزل اسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه. يا ريت الجهات المسؤولة والجهات الرقابية تركز في الحتة دي. لان النهاردة لما تبقى التذكرة ب100 جنيه، نروح نلاقي احنا في السوق السودا ب400 وب500 وب300.
مفيش 300، من اول 350. ده كتير، ده كتير. يا ريت الجهات الرقابية تخلي بالها من الكلام ده. الدعوات بتتباع، والناس اكيد شايفة. يعني انا النهاردة كنت عايز اخد ابني واروح، مش عارف، وما عرفتش. وبصراحة قفلت عشان نجيب من الاخر. لما الاقي دعوة ب 350 وفان اي دي ب 120 جنيه، انت بتتكلم في حوالي 500 جنيه. ده غير رايح وجاي واكلك وشربك. يعني انا عشان اروح اتفرج على ماتش اروح ادفع لي 1000 جنيه، وقاعد معلش اسمي قاعد في الدرجة التالتة. طب انا النهاردة لو انا عايز اخش في الدرجة التانية ولا ايه، ادفع لي 1500 عشان ماتش؟ فاخوالنا بعد اذنكم ركزوا في الحتة ديت. دي يعني كنا حابين ننوه عنها زي ما كان كابتن محمود بكر بينوه زمان. وكان البرجاوي بيكلمه دايما. فاحنا حبينا ننوه دلوقتي. اخر حاجة بقى، نتمنى الفوز للاهلي. ماتش جامد جدا. بس يعني احنا عند ثقة الاهلي، يعني او الاهلي ان شاء الله مني، يعني ينصفنا يعني. احنا واثقين فيهم، واثقين في كولر، واثقين في الفريق، واثقين في التركيز. ربنا يا رب يوفقهم. وتحت اي حاجة، اهم حاجة نتقي الله ونشتغل ونبذل مجهود. عملنا كده هنكسب. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النهارده يكون المكسب حالفنا، وربنا يوفق ان شاء الله. كنت وحشني وقلت اما اسلم عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم.